السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سحر عياد، اجيتكم بوصفة تقليدية ولذيذة كتير. هي وصفة فطاير الزعتر الأخضر مع زيت الزيتون. خلال الفيديو رح أعطيكم تفاصيل كتير مهمة لتنجح معكم الوصفة. رح تعملوها بأسهل طريقة، بس تابعوني لآخر الفيديو لتعرفوا كل التفاصيل. بالأول رح نحضر للعجين. عندي 6 أكواب من الطحين، ضفت عليهم معلقتين كبار من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة وكوبين ونص من الماء الدافئ، معلقة كبيرة من الملح، نص كاسة زيت زيتون، ربع معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة خل. أعجنهم كتير منيح لحد ما صاروا عندي هيك. لميتهم حطيتهم صحن مدهون زيت لمدة ساعة. بعد ساعة شلت العجينة وقطعتها بأحجام متساوية، حطيتها وتركتها ترتاح. هون عندي زعتر أخضر طازة، طبعا هلأ موسمه. غسلته كتير منيح ونشفته من المي. نجهز الخلطة. بعد ما نشفته رح أضيف عليه السماق، معلقة كبيرة من الملح، ونص كاسة زيت زيتون لحد كاسة ممكن تضيفوا. هاي الوصفة بتعتمد على زيت الزيتون، شو ما كترتك زيت الزيتون بتطلع الوصفة أطيب. هلأ رح أخلط كل المكونات مع بعض لتصير عنا الحشوة جاهزة. بعد ما ارتاحت العجينة رح أفردها بالشوبك لقطعة مستطيلة رقيقة جدا. بعدين رح أفردها بإيدي بزيت الزيتون وأضيف عليها الخلطة بالحجم والكمية اللي انتو بتحبوها. رح أطبقها بشكل مربع. كل طبقة رح أدهنها بزيت الزيتون وأرقها بإيدي وأرجع أحط كمان خلطة. أنا بعملها بالشكل التقليدي عنا، انتوا بتحبوا تشكلوها بالطريقة اللي بتحبوها، بالشكل اللي بتحبوه كمان رح يطلع نفس النتيجة. بدي أحكي شغلة مهمة، بعد ما تخلصي الكمية كاملة وتحطيها بصينية الفرن، بتعملي فيها ثقوب بواسطة السكينة لحتى تتوزع الحرارة داخل العجينة وتستوي من الداخل والخارج على درجة حرارة 200. دخلتها الفرن وحمرتها. بعد ما استوت العجينة دهنتها أول ما طلعتها من الفرن بزيت الزيتون. هاي الحركة بتضمن لك طراوة العجينة لآخر قطعة عندك وبتعطيها لمعة، والأهم نكهة زيت الزيتون اللي بتكون ظاهرة من خلال هاي الخطوة. هون قطعتها، شوفوا ما شاء الله، عجينة مستوية من جوا طرية ومن برا مقرمشة. يعني راح تحبوها كتير إذا جربتوا وصفتي. بتمنى إنها عجبتكم. يا ريت تدعموني بلايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة لحتى أجيب لكم ألذ الوصفات. ويا ريت تكتبوا لي بالتعليقات شو بتحبوا أعمل لكم بالفيديوهات الجاي. وصحتين وألف عافية. باي باي.